أنا عارف إن حاجة بتحرق دمك لما تشوف شخص إمكانياته العقلية محدودة جدا أو غبي كمان بمعاييرك محقق نجاحات مرعبة جدا، مع إن أنت اللي كنت بتغششه زمان في المدرسة وأنتوا صغيرين. هو بيشق طريقه للقمة وأنت لسه مستني وبتدور على الفرصة المثالية علشان تبدأ، وعمال تفكر وتحسبها كتير ومستني الوقت البيرفكت علشان تبدأ طريق نجاحك. خلينا نتفق ان الشخص اللي نجح ده عمره ما هيكون غبي، والا ما كانش هينجح. لكن هنقول النهارده احنا ليه بنعتبره غبي، وايه الحاجات اللي ممكن نستفيدها من الشخصيه دي علشان نبدا نمشي على طريق النجاح. عايزك تسيب اللي في ايدك وتركز معايا علشان هقول لك ايه الحاجات اللي بنقع فيها، وهغير نظرتك لحاجات كتير جدا في نفسك وفي الناس اللي حواليك. يلا بينا. في علم الإدارة في مصطلح اسمه analysis paralysis، الشلل التحليلي. المشكلة هنا إن أنت شايف نفسك ذكي، والذكي بيعمل إيه؟ بيحلل كتير كتير جدا جدا. الذكي قبل ما يبدأ أي حاجة بيبدأ يخطط ويحط سيناريوهات ويشوف العقبات اللي ممكن تقابله، وما بيبطلش تفكير لحد ما يطلع 500 سيناريو للفشل. والسيناريوهات السوداء اللي بتيجي في دماغه دي بتخليه قاعد مكانه وبتأثر عليه سلبيا وما بيحققش أي حاجة. أما الشخص اللي أنت بتقول عليه غبي فهو ما عندوش الخيال الواسع ده للفشل. هو بيظهر له فكره بيقوم ينفذها فورا من غير اي تفكير زياده. هو ما بيشغلش باله قوي بالعقبات اللي هتقابله في الطريق، هو بيحل العقبات واحده واحده كل ما يقابلها، ولما بيقابلها بيخبط فيها وبيكسرها وبيحلها ويعدي. انما انت بقى يا سياده الذكي لسه واقف بتقيس سمك الحاجز وزاويه الانكسار بتاعه الضوء اللي بينزل عليه. النجاح يا صديقي بيحب الحركه، ما بيحبش التخطيط اللي ملوش نهايه. في حاجه في علم النفس اسمها دانينج كروجر افكت. ببساطة كده التأثير ده معناه إيه؟ إن الشخص قليل المهارة أو قليل الخبرة بيكون عنده ثقة عمياء في نفسه، لأنه ما يعرفش هو قد إيه ما يعرفش. الثقة دي بتخليه يتكلم بقلب جامد جدا ويقنع العملاء ويبيع للناس، وبياخد خطوات جريئة جدا في طريقه للنجاح. انما انت بقى يا سيدي كل ما بتتعلم اكتر كل ما تكتشف ان البحر ده واسع جدا وانك لو نزلت فيه هتغرق، فثقتك في نفسك بتهتز وبتحس بمتلازمه الامبوستر سيندروم اللي هي متلازمه المحتال. وعايز اقول لك ان الناس بتمشي ورا الشخص الواثق مش الشخص العبقري المهزوز. النجاح يا صديقي عايز جلد تخين، لأن النجاح محتاج تجارب كتير جدا، تفشل مرة وتفشل مرتين وعشرة وألف لحد ما هتنجح. وللأسف الذكي ما بيستحملش وجع الفشل. بص أنا حاسس إنك تهت مني، فتعالى ندي مثال كده أوضح لك بيه الدنيا أكتر. أحمد وحسن دول 2 أصحاب، وكل واحد فيهم عايز يفتح مطعم. أحمد ذكي جدا وشخص عبقري، قعد سنة يخطط للمشروع ويختار أحسن شيف ويصمم أحلى منيو ويعمل ديكوريشنز ملهاش حل. وبعد ما وصل لنقطة البداية بص حواليه ولقى التكاليف كتير جدا ووقف مكانه وما بدأش وقرر الانسحاب. أما حسن فما فكرش كتير، راح جاب محل متوسط وما استناش إن هو يخليه محل جبار، وجاب شوية طباخين صغيرين وجاب لهم شيف متقاعد كبير في السن يعلمهم سر الصنعة، وعلى طول بدأ شغل. مرة الناس تشتكي، مرة الناس تعجبها، مرة تشتكي، مرة يعجبها. ومع كل شكوى كان بيشتغل على الشكوى ان الناس بتشتكي منها. مرة لقى ان المصاريف زادت عليه فغير نوع التوابل، غير نوع الفويل اللي بيلف فيه الاكل، ويوم في التاني بدأ يسمع اكتر، يحل مشاكل بتواجهه وينجح أكتر. وبعد مرور سنة احمد صديقنا العبقري دلوقتي بيعمل دراسة جدوى لمشروع كتاكيت، وحسن اللي صاحبنا احمد كان فاكره غبي بيدور على مكان علشان يفتح فرع التاني للمطعم. الروشتة بقى اللي هديها لك عشان تخرج من الفخ ده. قبل ما اقول لك الروشتة للخروج من الفخ ده انزل اكتب لي كومنت وقول لي ايه اكبر مشكلة بتواجهك علشان تبدا اي حاجة جديدة. الحل مش انك تبقى غبي، الحل انك توظف ذكائك صح عشان تبدا تنفذ بدل ما انت عمال تأجز. طب ازاي؟ هنعمل 3 حاجات. اول حاجة عايزك تطبق قانون ال 60%. ايه هو قانون ال 60%؟ لو عندك 60% معلومات عن اي حاجة انت عايز تبدا فيها ابدأ وما تستناش يبقى عندك ال100%، لأن ال40% التانيين دي هتيجي في الطريق وهتيجي أحسن من أي طريقة تانية كنت هتلاقيها بيها، وعمرك ما هتكمل ال100% من قبل ما تبدأ. تاني حاجة تعملها إنك تغلط بدري، كل ما تغلط بدري كل ما يكون أحسن. ابدأ صغير، اتعلم أسرع، وابدأ عد. تالت حاجة ويمكن هي أهم نقطة إنك تفصل مشاعرك. ما تخليش كونك ذكي يخليك حساس للنقد. الشخص اللي أنت بتشوفه غبي بينتقد في النهار وبالليل بيعد النقد. وفي النهاية الذكاء لوحده سلعة رخيصة، الالتزام والشجاعة والجرأة هي العملات الصعبة اللي انت محتاج تكتسبها. بطل تدور على كونك الأذكى في الأوضة وخليك أكتر واحد بيحاول في الأوضة. وما تنساش تتابعني عشان تشوف الفيديوهات اللي جاية، واعمل لايك وشير لو الفيديو عجبك، وقول لي في الكومنتات هتبدأ تنفذ ولا لأ. سلام.